الفيديو تاع اليوم لازم تشوفوه وتعاودوه وتبارطاجوه. الفيديو هذا يستاهل منكم بزاف بزاف الدعم. راح يكون فيه يعني كم المعلومات الخاصين بالخرشف، من الشريان ديالو للنوعية ديالو، للتنقية ديالو، كيفاش تخزنوه، كيفاش تصبروه، كيفاش تجمدوه، وكيفاش تحافظوا على اللون شباب ديالو. المهم اي حاجة تخص الخرشف راح تعرفوها اليوم. اول حاجة بسم الله نهضروا على النوعية تاع الخرشف. كاين فيه بزاف انواع. كاين هذا اللي يكون اللون ديالو فاتح، يكون الشكل ديالو املس. كاين اللي يكون اللون ديالو فيولي. كاين اللي يكون يعني الاغصان ديالو هذيك الخارجيه يكون فيها كيشوك. يعني كاين اللي يكون مغروس وكاين اللي يكون سوفاج، معناها بري ينوض وحده. تاني حاجة كي تجو تشرو الخرشف، دايمًا خيّروا هاد الريصان اللي يكونوا يعني رقاق كيما نقولوا القلب تاع الحبة، يعني القلب تاع الرزمة تاع الخرشف. ما تشروش هادوك الريصان الكبار خاطرش كامل السيقان الخارجية ديالهم يكونوا عاصيين، لكن هاد الريصان اللي يكونوا هكدايا رقاق شغل القلب تاع تاع الرزامي تاع الخرشف، هادوما يكونوا طرايا. تشدوا هادوك الريصان تاع الخرشف تقسموهم على زوج بالطول. هذاك الجزء الفوقاني يعني تنقوه في نهار وطيبوه جواز شطيطحة مرقة تاع طعام وين ما راكم حابين. اما هذاك الجزء السفلي اللي يكون الشبا، هذاك هو اللي رايحين نصبروه ولا نجمدوه. دوكا هنا نجيبوا البايط اللي رايحين نصبروا فيهم ونعبروا عليهم، معناها نقيسوا الارتفاع تاع الباطه ونكيلوا عليها هكذا باش كي نقطعوا الخرشف كي نغليوه رايحين من بعد يعني الارتفاع ديالو يكون على قد الباطة. نجيبو ليان نحطو فيه الماء ونديرو عليه الخثارة تاع القارص اللي تبقى لنا في العصارة. نهار اللي وريت لكم الفيديو تاع العولة تاع القارص، كي درت لكم المعجون تاع البراج تاع القارص، تما وريت لكم قلت لكم الخثارة تاع القارص اللي تبقى في العصارة تحطوها في الكونجيلاتور، نهار تحتاجوها تجبدوها. دوكا هنايا بعد ما قطعت يعني النصاص تاع الخرشف على حسب الارتفاع تاع البيض اللي راح نستعملهم، نبدا نقي الخرشف عادي. يا اما تبعوا هذه الطريقه الاولى، يعني تشدوا من الجزء الفوقاني تاع الخرشف حتى لتحت، تنحوا كامل هذوك الخيوط. اذا كان عنده الداخل طبقه شغل عامله كيما القاطفه، تنحيوها يعني تجي للداخل. واذا ما عندوش تحكوا برك بيديكم، خاطرش كاين خرشف اللي يكون عنده الداخل شغل طبقة كيما القاطفة، وكاين اللي يكون يعني حنين. نتوما تحكوه مليح باش تتأكدوا باللي ما خليتو والو. من بعد هادوك الريصان اللي يكونوا من الفوق يعني في الرزمه تاع الخرشف، هادو تاني ما يترماوش، هادو يتنقاو وحدهم، من بعد يتخباو وحدهم. المهم نتوما كي تكونوا يعني تنقوا الخرشف ديالكم حاولوا كيفاش تفرزوه، معناها زعما هذا الريصان تخبيوهم وحدهم. الاجزاء الخارجيه تاع الخرشف اللي يكونوا زعما عاصين شويه يعني تصبروهم وحدهم. القلب تاع الخرشف اللي يكون طري تصبروه ولا تجمدوه وحده، هكذا باش تعرفوا كي تجو تدخلوهم في الوصفات. زعما الدولمه تحتاج الخرشف اللي يكون يعني الجزء ديالو شويه كبير، شويه خشين، هكذا باش كي ديروا الحبه ديالكم تاع الدولمه يعني تحشيوها لداخل بالدجاج مكفت ولا اللحم مكفت، ما راحش تتحرحر لكم. لكن كي تجوا مثلا ديروا الكغاطه، ديروا القلب تاع الخرشف اللي يكون طري، هذا اللي راهو في يدي. اما كي تجو مثلا ديروا المرقه تاع طعام، تقدروا ديروا هذوك الريصان الفوقانيين تاع الخرشف كيما شفتوا هذوك ثلاثه اللي كانوا في يدي. المهم نتوما لازم تكونوا منظمين في الفريز تاع الخرشف هكذا باش تضمنوا بلي اي وصفه ديروها رايحين تتحصلوا على خرشف يكون بزاف بنين. خاطرش كاين بزاف الناس ما يحبوش على جال مثلا يلقاو فيه الخيوط، كاين مثلا يلقاوه يغصغص، كاين اللي مثلا يلقاوه بزاف عاصي. شوفوا هنا مثلا فرق بين هذا الطرف اللي راهو في يدي اليمنى والطرف اللي راهو في يدي اليسرى. هذا اللي راهو في يدي اليمنى هذا اللي يوالم الظلمه، معناها كي تجو مثلا ديروا الظلمه تربطوها بالخيط، راح الحبه يعني تحافظ على الشكل ديالها. اما هذاك اللي يكون رقيق تاع قلب الحبه، هذاك خلوه للكغاطه يجي بزاف بزاف هايل. ولا مثلا ديروه في الشلاضه، ولا تاكلوه بلا فينيغريت، ولا مثلا تقطعوه وديروه في الماسيدوان تاع الرز. المهم يعني كيفاش تدخلوا الخرشف في طيابكم ما راهيش علوم دقيقة، معناها لازم وصفة باينة سينو ما كاش. لا لا، كل وحدة فيكم تدير على حساب الذوق ديالها.
نجيو دوكا للطريقة الثانية تاع تنقية تاع الخرشف، هذه هي تاع القشارة تاع البطاطا. هذه هي الطريقة اللي نحبها ونعتمدها بزاف. علاش؟ خاطرش راح تخليني نتخلص من كامل الخيوط اللي في الخرشف، على خطرة معناها نشد كي شغل راني نقي في الحبة تاع البطاطا، وانا راني نقي يعني في كامل هذوك الخيوط على خطرة. يعني هذه الطريقة تخليكم تتحصلوا على خرشف بزاف املس وبزاف هايل. دوكا هنا بعد ما حطيت الخرشف كامل في هذاك الماء والخثاره تاع القرص، نجيبو دوكا قدره اللي باش نصبروا فيها الخرشف، نحطوا فيها الماء، نديروا فيها الفرينه والملح والسكر. الملح مع الفرينه درت نص مغرف كبيره، اما السكر درت مغرف صغيره. دوكا نستف كامل هذاك الخرشف لداخل، بشرط انه يعني الكميه تاع الماء تكون تغطي الخرشف كيما يلزم. وعلاش؟ خاطرش لو كان مثلا تروحوا تحطوه يغلي، اذا كان هذاك الوجه ديالو ما فيش كميه كافيه تاع الماء، اولا اللون ديالو او رايح يكحل، وثانيا الطرف تاع الخرشف او رايح يتعوج، معناها عوض ما يبقى محافظ على الشكل ديالو شغل مستقيم، راح يولي شغل الشكل ديالو شغل منحني، شغل الطرف تاع الخرشف او رايح يتعوج. شوفوا هنا راني زدت عليه الماء خاطر شفته مخصوص، عبصت عليه شويه هكذا باش نضمن باللي كامل راهو دخل لداخل. دوكا كيما شفتوا هذوك الطرف الشابين كامل حطيتهم باش نصبرهم. اما هاد الطرف اللي كانوا تفاتف اللي بقاو لي من الرزمه، هادوما اللي راح نجمدهم. ديما نفصل الاجزاء اللي يكونوا يعني عاصين على الطرف اللي يكونوا طرايه. هادوك اللي جايين جهه الراس تاع الخرشف من تحت نحطهم وحدهم، وهادوك اللي كانوا الغصان تاع الجزء الفوقاني تاع الخرشف يكونوا شويه عاصين نحطهم وحدهم. وهادوما راح ندخلهم قباله للكونجيلاتور. كي نجي ندير مثلا كاش جواز ولا مرقه تاع طعام ولا مثلا بركوكس ولا اي وصفه حبيت ندخل فيها الخرشف، نجبد باطه من هادوما، نشللها تشليله خفيفه، نحي لها هذاك واش بقى لها يعني تاع القارص، ونحطها في المرقه ولا في الجواز قباله. المهم لازم الكميه تاع الخثره تاع القارص تكون يعني كميه لبس بها في هذاك الماء، باش الخرشف ديالكم اللون ديالو ما يكحلش. دوكا القدره اللي حطيناها على النار راهي على نار متوسطه، راني حاطتها تغلي، في نفس الوقت راني نعبز على داك الخرشف هكذا يعني باش ما يطلعش الفوقه واللون ديالو يتبدل. هنا نخلي حتى نشوف الماء غلا. قد ما كانت الكميه تاع الخرشف كبيره والماء يعني كان بكميه كبيره، قد ما خداكم يعني خدالكم وقت طويل شويه. انا خدالي تقريبا قريب 10 دقائق هكذاك، يعني باش غلالي يعني الماء اللي فيه الخرشف. من بعد غير نشوف الماء غلا كيما يلزم، قبل نروح نجيب هذوك البايض اللي كنت مغليتهم من قبل 10 دقائق ولا ربع ساعه، بيهم بالغطيبات ديالهم، ونستف فيهم هذا الخرشف، يعني تعليه ليه ونعمر عليه الماء ديالو. المهم الماء لازم يكون يغطي الخرشف حتى للفوق. لو كان مثلا يعني ما تغطوش الخرشف حتى للفوق، من بعد كي تحطوا الخرشف يتصبر، هذاك الجزء الفوقاني تاع الخرشف اللي يكون كما نقولوا عريان ما فيهش الماء اللي يغطيه، اللون ديالو رايح يتبدل، يا اما يغمل تولي عنده كيما الصوف بيضه، ولا اللون ديالو يولي شغل حمر. دوكا هنا نعمر مليح هذاك الماء هكذاك وهو سخون، نغلق البايض ونقلبهم ونخليهم حتى يبردوا مليح، ونعاود نوقفهم. كيما شفتوا الملح هذاك راح يبنن هذاك الخرشف، السكر راح يعدل لنا الذوق، والفرينه راح تخلي الخرشف يحافظ على الشكل ديالو كي يتصبر، باش نهار نجبدوه ندخلوه في اي وصفه حبيناها الشكل تاع الخرشف ما راحش يتحرحر، معناها يبقى لنا دائما شباب. المهم كيما قلت لكم غير تقلبوا يعني تعمروا الخرشف وهو سخون، من بعد تغلقوا الباطه وتقلبوها، تخلوها حتى تبرد مليح، من بعد تعاودوا توقفوها، من بعد تحطوها في اي مكان بارد واجف، تستعملوها في ظرف عام. نهار اللي تفتحوا الباطه ديالكم تحطوها في الفريجيدير، تستعملوها في ظرف سمانه هكذاك باش تحافظ على البنه ديالها. المهم الوصفات تاع اليوم بزاف بزاف ناجحين ومضمونين. الخرشف المصبر صدقوني والله غير يبقى لي بالعام عام ونص على حاله. يعني وقت ما مثلا تشهيت كاش جواز مرقه بيضه ولا مرقه حمراء ولا في الطعام ولا اي وصفه حبيتها، نجبد من هذوك البايض نلقاهم يعني على حالهم وكأن
كأنه دوكا مثلا شريته وخدمته. المهم الخرشف راهو وقته بحالو بحال القرنون، لو كان تزيدوا عليه او رايح يعصم ورايح يخرج. هذه الايامات راهو بين 5000 حتى ل 10000 على حسب النوعيه. المهم نتمنى برك ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، نتمنى تتفاعلوا معاه. نتلاقى ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله، وابقى على خير.